ما رح تصح حياتك بدونه. رب العالمين بيمنع عنك مشان أعرف أنه رب العالمين أعلم مني بما هو الخير لي، فلا أحزن حينها بشيء منعه الله عني. فتبدأ دعاءك بالصلاة على رسول الله، ثم تحمد الله وتثني عليه، ثم تطلب منه وتدعوه بما تريد، ثم تختم دعاءك بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه أبسط طريقة للدعاء. طيب أيمتى أدعي رب العالمين؟ تحرى مواقيت استجابة الدعاء. أول وأهم وقت لاستجابة الدعاء هي الساعة ما قبل أذان الفجر. لذلك كتير علماء بيقولوا إذا بدك أمر ما، إذا عندك هم وبدك يا ينزاح، إذا عندك دعاء بدك إياه من رب العالمين، تعرف خير من شر هذا الأمر، صلي ركعتين الساعة 2 بالليل، يعني قبل بساعة أو ساعتين من صلاة الفجر، وادعي دعاء مع دمعتين. هذا الدعاء هو الدعاء الذي يستجاب. ووالله عندما تدعو الله تعالى قبل صلاة الفجر دعائك بيكون برقي. والله لما تدعي رب العالمين بأمر هامك، بأمر بدك تعرف خيره من شره أو بدك إياه يتحقق بأي طريقة، والله استجابة رب العالمين تيجي برقي بسبب دعائك قبل صلاة الفجر. لأن الله تعالى يتجلى قبل صلاة الفجر على السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا أهم وقت لاستجابة الله تعالى. الوقت الآخر ما بين الأذان والإقامة، يعني أذان الفجر ما بين الأذان والإقامة يكون 20 دقيقة، ما بين أذان الظهر لإقامة الصلاة بيكون حوالي 10 دقائق وربع ساعة. ادعو الله بما يفتح الله عليك. الوقت الثالث لاستجابة الدعاء هي ساعة في يوم الجمعة. ففي يوم الجمعة هنالك ساعة يستجاب فيها الدعاء. وكثير من العلماء قالوا إنه هاي الساعة تكون الساعة الأخيرة قبل أذان المغرب، يعني الساعة الأخيرة قبل نهاية يوم الجمعة. رابع طريقة لاستجابة الدعاء بأن تقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فعندما تقولها بقلب حاضر قبل دعائك أبشر باستجابة الله تعالى. أن تعترف له بذنبك فتقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، أستغفرك من كل ذنب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتبدأ بدعائك وتختمه بالصلاة على رسول الله. خامس أهم وقت لاستجابة الدعاء هو الوقت الذي يكون قلبك حاضر مع الله. فلما تلاقي حالك حاضر مع رب العالمين، هيك عم تدعي رب العالمين وتلاقي دموعك بلشت تنزل، فوالله هاي أهم علامة لاستجابة الدعاء. واسأل المجربين، اسأل الناس حواليك. كتير ناس لما تلاقيهم عم يدعوا رب العالمين وعم يكرروا قاعدين ومستلذين بالدعاء، فجأة حضرت الدمعة وكأن استجابة الله تعالى حضرت. وبالفعل لا تمر الأيام إلا وتأتي استجابة الله تعالى. ولكن تأكد الأهم من بين كل هالأمور ما استجابة الله تعالى لطلبك، لا والله أبدا. الأهم من بين كل هالأمور أن تجالس الله تعالى. فمن جالس جانس. لما تجالس رب العالمين بتلاقي هيك السكينة عادت لقلبك، الهدوء عاد لروحك، بتلاقي حالك ما بدك تقوم، عم تدعي ما بس لأنك بدك طلب منه، عم تدعي لأنك بدك تهرب لعنده. فهنا تتحقق استجابة الله. وتأكد رب العالمين لما بيأخر استجابتك بكل مرة عم تدعي وتدعي وتدعي وتحس إنه قربت الاستجابة ولكن بيتأخر دعائك أكثر، تأكد أن الله تعالى يحب سماع صوتك. فعندما يحب الله عبدا يحب سماع صوته، لأن الله يحب العبد الملحاح الذي يلح في دعائه. اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي ذنوبي وإسرافي في أمري. وكأنك تحادث الله تعالى، لا تدعوه فقط. فلما تشعر بهالشعور ما عاد بتحب تفارق الدعاء، بل بتخصص وقت دائم لدعائك، لأنك بدك تهرب من الدنيا وما فيها إلى الله تعالى. لذلك بعد هلأ لما تدعي رب العالمين طبق